لو عصاية المقشة اتكسرت منكم اوعوا ترموها، تعال اقول لكم نصلحها تاني ازاي. اول حاجة هنشتري صفيحة منشار من عند الموان، هنفرش حاجة في الارض عشان ما نبهدلش الدنيا، هنحط حاجة عالية تحت العصاية اللي هنعملها، وهنقص الحتة اللي هي كانت بتخش جوه المقشة اللي هي اللي اتكسرت، هنقصها بحيث يبقى الجزء ده متساوي. هقصها وارجع لكم بعد ما تتقص. قصينا الجزء اللي كان بايظ. هنا طبعا عملنا صفيحة المنشار بورقة او حتة قماشة عشان لما نيجي نمسكها ما تتعبش ايدينا. تمام. بعد كده هنحاول نجهز الجزء ده انه يدخل في المكان بتاع المقشة بسهولة. زي ايه؟ ان احنا مثلا هنبدأ نعمل فيه كده، كأننا بنبرد الجزء ده بحيث ان هو يجي على قد الفتحة اللي موجودة في المقشة. طبعا احنا هنا واحنا بنبرد بننزل بالصفيحة بالشكل ده، اللي هو كأننا بنقص، بس لازم نبقى مميلين الصفيحة كده، يعني ما نعملش كده لا كده، ونبقى كأننا بننشرها كده اهو بالشكل ده. اهو بصوا بدأت انها تدخل، هنبدأ نبرد فيها تاني بنفس الطريقة لحد لما نخليها على قد الفتحة دي. هنقعد نبرد فيها ونقيس لحد لما تيجي على قدها، ونحاول ان احنا ما نخليهاش بتخش وتخرج هنا بسهولة، عشان لو دخلت وخرجت بسهولة هتحصل نفس المشكلة، وهي انها تقعد تتفك مننا. هنعملها وارجع لكم مرة تاني. هنا دلوقتي احنا ايه، عملناها زي ما وريتكم بصفيحة المنشار، وبعد كده حاولنا ان احنا نعمل ايه، زي حاجة كده شبه البارومة اللي كانت فيها. ازاي عملنا الخطوة دي؟ هوريكم بعصاية تانية. ان احنا بقينا نجيب المنشار او صفيحة المنشار بالمنظر ده، ونعمل خط خفيف كده، بنلف بايدينا العصاية وصفيحة المنشار ثابتة بالشكل ده، ونحاول بقى ايه تبقى صفيحة المنشار واحنا بنعمل انها واخدة يعني كيرف كده، بحيث ان هي تعمل لنا زي تسلسل كده. ونحاول ان احنا يبقى بين كل، يعني لو شفتوا العلامات اهي، يبقى بين كل علامة من دي والتانية مسافة مش كبيرة بالشكل ده. طبعا انا الخطوة دي ايه ما رضيتش اقول عليها في البداية لاني ما كنتش عارف هل هتنفع ولا لا، فقلت لما نجربها الاول. طبعا هنا عملناها، وزي ما انتوا شايفين كده بقينا نعمل زي حاجة كده قلاووز كده بدائي بالمنشار، بعد ما كنا عملنا ايه رفعنا العصاية على قد ما نقدر عشان تدخل في المكان. وزي ما قلت لكم مش هنخليها تدخل بسهولة وتخرج، لا،
كانت بتخش بصعوبة شوية وبتخرج. دلوقتي بعد ما عملناها وعملنا لها القلاووز بتاعها ده، هنبدأ ان احنا نركبها في المقشة تاني ونلفها بالشكل ده اهي. كده مسكت اهي جامد، وبقت ماسكة اهي في المقشة، ورجعت المقشة سليمة تاني. ان شاء الله جربوها وبقولوا لي رأيكم.